تالتة اعدادي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر محمد بدر ومدرس الرياضيات. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. النهارده أول حصة في شهر رمضان الكريم زي ما اتفقنا مع بعض. هنبتدي نراجع كل الأجزاء اللي احنا خدناها قبل الشهر وفي شهر رمضان على اليوتيوب. يعني احنا النهارده في أول محاضرات الهندسة. أنا هشرح على اليوتيوب نص الهندسة كامل احنا اللي خدناها في الحصص في السنتر في كل حاجة. هنشرح وهنحل كل الامتحانات بتاعتها والتفاصيل بتاعتها وكل اللي انت خدته هنبتدي نجهزه لك على اليوتيوب. نفس الكلام هنعمله للجبر، محاضرات مهمة جدا 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 هتساعدك بشكل كافي انك بحيث ان في رمضان الوقت بتاعنا مش مكفي او الوقت بتاعنا المجهود بتاعنا بيقل، فهيبتدي ان انا اشرح لك كل ده بالتفاصيل على محاضرات مهمة جدا والموضوع يكون كويس معاك. محاضرات قصيرة مش طويلة، الموضوع ان شاء الله باذن الله هيكون كويس معاك. بس ما تنسانيش في شويه قطايف كده وكنافه وانت قاعد كده بتزازه وانت بتاكل، عشان انا عارفك همك على بطنك رقم واحد. طيب النهارده هنتكلم عن ايه؟ النهارده هنتكلم عن اول محاضره هندسه. هكلمك عن ايه؟ هكلمك على المفاهيم الهندسيه. طيب الدرس الاولاني بتاع المفاهيم الهندسيه بيكلمني او اول حاجه بيعرفني يعني ايه كلمه الدائره. عايز اعرف ايه كلمه الدائره. بص يا عم، بقول لك الدائره دي هي عباره عن مجموعة من النقاط تبعد بعدا ثابتا عن نقطة ثابتة تسمى مركز الدائرة. يبقى احنا يا شباب النقطة دي أنا بسميها مركز الدائرة. يبقى ده التعريف الأول. احنا لازم نعرف يعني إيه كلمة دائرة. يبقى الدائرة عبارة عن إيه؟ الدائرة عبارة عن مجموعة من النقاط بتبعد بعدا ثابتا عن نقطة ثابتة. النقطة دي أنا هسميها مركز الدائرة. النقطة دي هنسميها إيه؟ مركز الدائرة. حلو، دي أول حاجة. وخلي بالك النقطة دي بيبقى عموما على طول بيكون اسمها ميم. طيب بعد كده التعريف التاني، أنا معايا دايرة أهي وصلت مثلا ميم ألف، ده اسمه إيه؟ قال لي ده مستر ده اسمه نصف قطر. حلو، ده اسمه يا صديقي؟ قال لي ده اسمه نصف قطر. طيب عرف لي كده ايه تعريف نصف القطر. لو انت خدت بالك هو بدأ من عند الميم صح وراح لحد ايه؟ ألف. يبقى نص القطر هنا عبارة عن قطعة مستقيمة، عبارة عن قطعة مستقيمة تبدأ من المركز لأي نقطة على الدائرة. يبقى نصف القطر عبارة عن ايه؟ قطعة مستقيمة بدأت من المركز وراحت لأي نقطة على الدائرة. يعني معانا ميم ألف، أنا ممكن أعمل ميم سين، أنا ممكن أعمل ميم صاد، أنا ممكن أعمل ميم عين وهكذا. طب سؤال، كام نصف قطر في الدائرة؟ قال لي مستر هنا عدد أنصاف أقطار الدائرة ما بين قوسين هيكون عدد لا نهائي. يبقى عدد أنصاف أقطار الدائرة ما بين قوسين هيكون عدد إيه؟ لا نهائي. يبقى كده أنا عرفت كلمة دايرة هي عبارة عن مجموعة من النقاط بتبعد بعدا ثابتا عن نقطة ثابتة أنا بسميها مركز الدايرة. أما نصف القطر عبارة عن إيه؟ اللي عبارة عن قطعة مستقيمة تبدأ من المركز لأي نقطة على الدائرة. طب عدد أنصاف أقطار الدائرة هو عبارة عن إيه؟ اللي هو عبارة عن عدد لا نهائي. وخلي بالك إن أنصاف الأقطار كلها متساوية، يعني وكلهم متساويان. فمن هنا بنعمل حاجة كده بنحل عليها
لو انا معايا اهو نصف قطر اسمه م أ، ونصف قطر تاني اسمه م ب، فانت عارف ان انصاف الاقطار متساويه. خلاص انا عرفت ان انصاف الاقطار يا عم متساويه. حلو، لو انا وصلت دي كده اللي اصبح اسمه هنا مثلث حيادي، يبقى نطلع معلومه هنا اللي نص القطر بيساوي نص القطر، فيدينا ان الزاويه بتساوي الزاويه. يبقى حضرتك هنا هنقول له ايه؟ نقي نقي زاويه زاويه. هنقول له ايه؟ نقي نقي زاويه زاويه. يبقى تاني هنحفظ ايه؟ نقي نقي زاويه زاويه. تاني هتحفظها لي ازاي؟ نقي نقي زاويه زاويه. يبقى هنحفظ الجمله دي كده ان نص القطر بيساوي نص القطر، هستفاد منها على طول ان الزاويه بتساوي الزاويه. تعال اديك مثال عليها بسيط خالص كده قبل ما نروح للحل خالص. اهو ادي مثال، وعملنا مثلث كده، ادي م ادي ا ادي ب. حلو، ادي مثلا قلت لك دي مثلا دي ب 30، قلت لك انا عايز قياس زاويه ب. مستر انت لسه قايل فوق ان نص القطر بيساوي نص القطر، فاديك الزاويه بتساوي زاويه، صح؟ طيب يبقى هنقول له نص القطر اللي هو م أ. وبالله عليك يا اخي وانت بتنطق نصف القطر اول حرف ترد عليا فيه وتنطقه قول م. بالله عليك، يعني وانت بتنطق نصف القطر اول حرف قوله م. يبقى حضرتك تقول لي م أ، م ج، م س، م ك، م اي حاجه، المهم انك النقطه الاولانيه اللي هتنطقها اللي هي هتقول عليها م. حلو، اتفقنا؟ مبسوط؟ يلا. يبقى حضرتك هنقول له م أ بتساوي م ب، يعني نق نق، وبنقول له ما بين قوسين كده اللي هم بيساووا بعض عشان انصاف اقطار، اهو بيساووا بعض عشان انصاف اقطار. يبقى كده قياس زاويه الالف هي قياس زاويه الب، هتساوي كام يا صديقي؟ 30، واحنا عايزين قياس زاويه الب. طيب تعالى نعمل سؤال كمان، سؤال كده كمان. ادي معانا دائره اهي، حلو، معانا مثلث اهو، م أ ب، بس قلت لك الزاويه بتاعت الميم ب 80، عايز قياس زاويه ب. سهله خالص، سهله جدا. ها هنقول له ايه؟ نقي نقي زاويه زاويه. يبقى هنقول له برضو ان ايه؟ ان م أ بتساوي م ب، عشان دول انصاف اقطار، هتبقى يا صديقي ان قياس زاويه الالف هي قياس زاويه الب. تمام، انا معايا زاويه الراس اللي فوق ب 80، المثلث كله 180، يبقى هنقول له 180 ناقص الزاويه اللي هو مديها لك، وتروح قاسمها على الاثنين عشان الزاويتين قد بعض، يبقى هنا 180 ناقص 80 على الاثنين، هتبقى كل واحده فيهم كام؟ 50. مهمه المعلومه الاولى اللي هنستخدمها في الحل كتير قوي، نقي نقي زاويه زاويه. يبقى كده مع بعض كده تاني، الدايره عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن مجموعه من النقاط بتبعد بعدا ثابتا عن نقطه ثابته تسمى مركز الدائره. ونصف القطر عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن قطعة مستقيمة تبدأ من المركز لأي نقطة على الدائرة. عدد أنصاف أقطار الدائرة هو عدد لا نهائي وكلهم متساويان. طيب يبقى أول معلومة نقي نقي زاوية إيه؟ زاوية. ماشي. نروح بعد كده لجزئية تانية. لو إحنا معانا دائرة وادي المركز بتاع سيادتك، قلت لك هنا س ص، قلت لك هنا أ ب، وقلت لك هنا عين لام، وقلت لك مثلا الحته الصغيره دي كده ه واو. ايه اللي انت عامله ده يا مستر؟ قال لي ده اسمه الوتر. يبقى الوتر لو انت خدت بالك معايا يا صديقي، تمام، صديقي الصدوق، نمسح بس الحته الخلطبيطه بالصلصه ديت نظبطها لسيادتك. ايوه زي ما انت سامع كده كل القطايف وغصني. هنا س ص وهنا ه واو، يبقى ده اسمه الوتر. لو انت خدت بالك ان انا وصلت كل الحاجات دي بس ما جيتش جنب المركز في حاجه، يبقى الوتر ده هو عباره عن ايه؟ قال لي الوتر هو قطعه حلو مستقيمه، عباره عن قطعه ايه؟ مستقيمه تصل بين، عباره عن قطعه مستقيمه تصل بين اي نقطتين، تصل بين اي نقطتين على الدائرة ولا تمر بالمركز. طب افرض يا مستر
يعني هتمر بالمركز، عارف دماغك رايحه فين، حاضر اصبر عليا. اهو لو هي عدت على المركز الف ب وعدت على المركز اهو، اول لما تعدي على المركز على طول بنسميها القطر. يبقى اول لما تلاقيها عدت على المركز على طول من غير ما تفكر بتسميها القطر. يبقى القطر ده عباره عن ايه؟ قال القطر ده عباره عن اكبر الاوتار طولا. يبقى القطر ده عباره عن ايه؟ اكبر الاوتار طولا. يبقى هنا الوتر عباره عن قطعه مستقيمه تصل بين اي نقطتين على الدائره ولا تمر بالمركز. اول لما تعدي على المركز بيكون اسمها اكبر الاوتار ايه؟ طولا. طيب هنا مستر عدد الاوتار، اللي عدد الاوتار لا نهائي. انا معايا هنا اكتر من كذا وتر، يعني هنا عندي عدد لا نهائي من الاوتار. اما هنا لا، هنا ما عنديش عدد لا نهائي من الاوتار، من القطر هو قطر واحد بس، ولا اكتر ولا اقل. يعني هتقعد توصل كده في الاقطار، لا هو قطر واحد بيمر بالمركز وشكرا. طيب بعد كده عندك تعريف تاني، هنعدي كده ونعمل نفس الشكل ومعايا بنفس المنطق كده اهو، تمام، بنفس الكلام كلهم عدوا على المركز. قال لي طالما كلهم عدوا على المركز دي بنسميها محور تماثل. يبقى محور التماثل هو عبارة عن ايه؟ قال لي محور التماثل هو اي مستقيم، اي مستقيم يمر بالمركز. اي مستقيم يا وحش هيمر بالمركز، اي واحد هيعدي على المركز من غير ما تفكر ده بتسميه محور تماثل. يا مستر طب ما القطر هنا محور تماثل، ايوه بس القطر ده ليه بدايه وليه نهايه، اما محور التماثل ليس له بدايه وليس له ايه؟ نهايه. طيب عدد محاور تماثل الدائره، قال لي عدد محاور تماثل الدائره اللي هو عدد لا نهائي. يبقى عدد محاور تماثل الدائرة أو كام دائرة هنا أو كام محور تماثل موجود عند سيادتك هنا، اللي هو عدد لا نهائي من محاور التماثل. عدد إيه؟ لا نهائي من محاور الإيه؟ التماثل. ماشي. كل الكلام ده حلو. طب أنا لو معايا كنت رايح عيد ميلاد مثلا ومعايا نص تورتة كده، أو معايا ربع التورتة، حلو، وعايز اقسم دي، قال لي هنا مش هتتقسم غير مره واحده بس. طب وعايز اقسم دي، قال لي برضه مش هتتقسم غير مره واحده بس. يبقى هنا يا صديقي عدد محاور او عدد محاور اي جزء من الدائره من غير ما افكر واحد. يبقى عدد محاور تماثل اي جزء من الدايره واحد. يعني احنا لو لقينا في الامتحان وجي قال لك عدد محاور تماثل نصف الدايره واحد، عدد محاور ربع الدايره واحد، عدد محاور خمس الدايره واحد، عدد محاور اي جزء من الدايره واحد، يبقى كده يا صديقي لازم نتفق معاه مع بعض الاتفاق واحد، ان هو لو جه سالك على عدد محاور تماثل الدائره كلها حضرتك بتقول لي عدد لا نهائي. لو جه سالك عدد محاور نصف الدايره واحد، ربع الدايره واحد، خمس الدايره واحد، اي جزء من الدايره هيكون واحد من غير لما افكر. ماشي. يبقى كده مع بعض عرفنا الوتر هو عباره عن قطعه مستقيمه تصل بين اي نقطتين على الدائره ولا تمر بالمركز، وعدد الاوتار هو عدد لا نهائي. عرفنا القطر هو عباره عن ايه؟ اكبر الاوتار طولا. وعرفنا ان محور التماثل هو اي مستقيم يمر بمركز الدائره. عدد محاور تماثل الدائره كلها لا نهائي، اما هنا عدد محاور تماثل اي جزء من الدائره بيكون واحد. بعد كده بناخد ثلاث نتائج مهمه جدا، وبعد كده بنروح للحل بتاعنا. نتائج هامه. طبعا خلي بالك ان انا مقسم الحصص اللي على اليوتيوب اللي احنا هنستخدمهم طول الشهر ان شاء الله. وخلي بالك هو استخدام الحصص طول الشهر فقط، يعني مجرد ما الشهر يخلص انت مش هتلاقي الحصص على اليوتيوب. فاستخدام الحصص او الحصص اللي انا محضرها لك على حسب المراجعه
هيكونوا من 8 ل 10 حصص اللي انت هتستخدمهم في رمضان كله. من بعد رمضان انت مش هتلاقي الحصص دي موجوده تاني، فشغلنا كله بس الحصص دي موجوده في رمضان فقط لا غير. بعد رمضان يا شباب مش هنلاقي الحصص دي موجوده على القناه مره تانيه. خلاص، عشان بس تهتموا بالموضوع، ما تقولش انا هتفرج بعد رمضان، لا، بعد رمضان مش هتلاقيهم اصلا. طيب النتائج المهمه، قال لي معانا كام نتيجه؟ قال لي معانا 3. ادي اول نتيجه، تمام، أ ب م ج. ومعانا كمان واحدة كمان، أ ب م ج. وكمان واحدة، وخلي بالك هم كلهم قريبين من بعض خالص. يعني هنا يا صديقي بيقول لك طبعا الحته دي يا شباب الصغيره دي بنسميها بعد او عمودي. لو انت خدت بالك هنا هتلاقي بيقول لك ايه؟ المستقيم اللي هو ده، يعني لو كملناه، المار بمركز الدائره وينصف الوتر يكون نقط على الدائرة. ادي اول واحدة. الثانية، المستقيم المار بمركز الدائرة وعمودي على الوتر لنقط هذا الوتر. الأخيرة، المستقيم العمودي على الوتر من منتصفه يكون نقط بالنسبة للدائرة. ماشي. لو انت ركزت معايا في ال3 هتلاقي كلمة كل مرة بتتشال، بس هم ال3 قريبين من بعض. يعني هنا المستقيم المار بمركز الدائرة وينصف الوتر بيكون ايه؟ عمودي. الجملة دي ما كانتش موجودة هنا، يبقى هيكون عمودي على الوتر. ولو ركزت في اللي بعدها، المستقيم المار بمركز الدائرة وعمودي على الوتر بالنسبة لهذا الوتر بيعمل ايه؟ قال لي ينصفه. يبقى خلي بالك هنا المستقيم المار بمركز الدائرة وعمودي على الوتر بيكون ايه؟ اهو المستقيم المار بمركز الدائرة، ممكن نكتبها بلون تاني عشان الناس تشوفها. المستقيم المار بمركز الدائرة وينصف هذا الوتر بيكون ايه؟ قال لي بيكون عمودي على الوتر. يبقى هنا بيكون عمودي على الوتر. طب هنا المستقيم المار بمركز الدائرة وعمودي على هذا الوتر بيعمل ايه؟ قال لي ينصف هذا الوتر. كده تعرف تجيب دي بقى. هنا هقول له ايه؟ المستقيم العمودي على الوتر من منتصفه يكون بالنسبة للدائرة، قال لي بيكون ايه؟ مار بالمركز او بمركز الدائرة. يبقى خلي بالك ان ال3 دول قريبين من بعض. نتائج مهمه جدا. المستقيم المار بمركز الدائره وينصف الوتر بيكون عمودي على الوتر. المستقيم المار بمركز الدائره وعمودي على الوتر بيعمل ايه؟ اللي ينصف هذا الوتر. المستقيم العمودي على الوتر بالمنتصف بيكون ايه؟ مار بمركز الدائره. مار بمركز الايه؟ الدائره. طيب ال3 دول مهمين، بيتلخصوا في حاجه واحده. لو احنا لقينا تساوي لازم نلاقي وراه عمودي، لازم نلاقي وراه زاوية قائمة.
وعايزك وانت بتحفظ تحفظ لي الاسم الثلاثي ان الثلاثه دول ورا بعض. بدأنا بالقايمة يبقى وراها عمودي وراها تساوي، بدأنا بالتساوي يبقى وراها عمودي وراها زاوية قايمة، بدأنا بالعمودي يبقى زاوية قايمة تساوي. يبقى تحفظ معايا الاسم الثلاثي: تساوي عمودي زاوية قايمة، تساوي عمودي زاوية قايمة، تساوي عمودي زاوية قايمة، تساوي عمودي زاوية قايمة. يلا اشوفكم على خير. صديقي رجعنا تاني بعد ما خلصنا محاضرة الشرح وخلاص خلصنا الجزئية اللي احنا بنستخدمها في المحاضرة بتاعت النهاردة. خلي بالك احنا متقسم تدريجيا، يعني بالله عليك ما تستعجلني، يعني انا بساعدك بحيث انك انا عارف ان الدنيا وقعت ونسيت والدنيا معاك. واحدة واحدة بنبدأ من الاول، وان شاء الله هتبقى المستوى بتاعك لما نخلص رمضان او الحصص اللي احنا محضرينها لك على اليوتيوب هتكون كفيلة انك ترجع تاني بنفس المستوى بنفس الباور كده، عشان نجيب نفس الدرجات بتاعتنا. وبنبارك طبعا لكل الطلاب بتوع الترم الاولاني معانا، ونبارك للطلاب الاوائل بتوعنا اللي احنا ان شاء الله هنشوف هنكرمهم ان شاء الله معانا في الحصه الثانيه على طول. هنبتدي ننزل صورهم على اليوتيوب ونكون فخورين بيهم باذن الله كلهم. كل الناس اللي جابت درجات كويسه او ما كانتش جايبه درجات كويسه كلهم فخور بيهم وكلهم فوق راسي. واتمنى الترم الثاني يكون احسن واحسن واحسن، بس تشتغل معايا بالله عليك يا رب. طيب خلاص جهزنا مع بعض، ونفس المحاضره كل اللي احنا خدناه قبل كده بنعيده تاني بشكل كافي مع تزويد حاجات انا هضيفها لك ان شاء الله في حصص اليوتيوب. كل الكلام ده طبعا الناس اللي هي ما حضرتش معانا المحاضره الاولى هتلاقي هنا نراجع عليها تاني مع بعض، هي موجوده على اليوتيوب. القطعة المستقيمة التي طرفها مركز الدائرة وأي نقطة على الدائرة. القطعة المستقيمة التي طرفها مركز الدائرة وأي نقطة على الدائرة دي عبارة عن إيه؟ أيوه، عبارة عن نصف قطر. في ناس مركزة قوي قوي قوي، حلو قوي هنا. القطر عبارة عن إيه؟ يمر بالمركز مستقيم ولا قطعة مستقيمة؟ قطعة مستقيمة يا مستر، عشان القطعة المستقيمة هي اللي بيكون لها بداية ولها نهاية. فالبداية عندي من المركز والنهاية عندي أي نقطة على الدائرة. يبقى القطر هو عبارة عن إيه؟ اللي عبارة عن قطعة مستقيمة تمر أو يمر بمركز الدائرة. هو القطر عبارة عن هو قطعة مستقيمة يمر بمركز الدائرة. ماشي، حتة تراكمي كده. مثلث أ ب ج إذا كان أ ب أ ج الكل تربيع بتساوي أ ب الكل تربيع زائد ال ب ج الكل تربيع. هنا بيكون المثلث إيه؟ اللي هنا بيكون المثلث قائم. فاكر إحنا لما قلنا الترم الأولاني إن المثلث إن المثلث القائم بيكون الضلع تربيع بيساوي مجموع الضلعين تربيع، والمثلث الحاد بيكون الضلع الأكبر أصغر من مجموع الضلعين تربيع، والمثلث المنفرج بيكون الضلع الكبير أكبر من مجموع الضلعين. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنا صديقي المستقيم العمودي، المستقيم العمودي خلاص يبقى. طيب المستقيم العمودي على أي وتر في الدائرة من منتصفه بيكون إيه؟ اللي بيكون مار، ما هو ذكر العمودي وذكر المنتصف يبقى ما فاضلش غير المار، يبقى مار بمركز للدائرة. طيب وتر طوله 8 مرسوم داخل دائرة طول قطرها 10، يبقى بيبعد عن المركز بقد إيه؟ وتر طوله 8 سم مرسوم داخل دائرة طول قطرها 10 سم، فهو عايز الوتر ده هيبعد عن المركز بمقدار قد ايه؟ هو عايز يعرف القصه ديت، الوتر ده هيبعد عن المركز بمقدار كام بالظبط. طيب تعالى نرسم كده رسمه الدائره ونقول مثلا ان ده القطر اهو ا ب مثلا، وادي م، ده القطر. وده كلمه انا هجرب اللي في دماغك الاول، وده الوتر س مثلا ص، اي رموز. فهو عايز يعرف ده هنا البعد ده اللي انا رسمته ده كده اهو مع بعض، ده يا صديقي بكام؟ يعني هو عايز يعرف من سيادتك هنا البعد ده بكام. طيب طبعا انت عارفين ان اي بعد بيعمل زاويه قايمه، ماشي خلاص، هستفاد ايه من الزاويه القايمه؟ مش هيعمل لك حاجه. يعني هنا لو انت استخدمت هنا مش هيعمل اي حاجه. طيب لو انا وصلت دول مع بعض اهو س م
عمل لي مثلث قائم، ماشي، ما هو عمل لك مثلث قائم ودي 4 ودي 4، ما انت ما معكش الوتر، ما هتستخدم الوتر ازاي؟ طب يا مستر ما هي دي كلها 10، فدي 5 ودي 5، ماشي على عيني وعلى راسي. طب الخمسة دي انت هتستفاد منها ايه؟ ما دي نص قطر يا صديقي، فانت مش هتعمل بيها حاجة. مم، مش عارف يا مستر، احترت. خلاص يبقى ما ترسمش كده، طالما احترت يبقى حضرتك ما ترسمش كده. طب ما ارسمها ازاي؟ قال لي غير الرسم. اهي ادي القطر وادي الوتر، خليهم يشتركوا ببعض كده، الف ب مثلا وج، اي رمز. فاحنا عارفين ان هنا المركز اهو، فانا عايز البعد ده، فعارفين ان البعد هنا هينزل عمودي. حلو، وادي مين؟ حلو، القطر ده اتقسم نصين، يبقى هنا كام؟ هنا 5 وهنا كام؟ 5. وهنا الوتر اتقسم نصين، يبقى هنا 4 وهنا كام؟ 4. يبقى اجيب دي بنظريه مين؟ فيثاغورس. اجيبها بنظريه فيثاغورس اللي هي ايه؟ ربع ربع اجمع تحت الجذر. اجيبها ازاي؟ ربع، ما هو ده مثلث قائم يا صديقي، يبقى هنا ربع ربع اجمع تحت الجذر. هلاقي هنا ان انا بعمل جذر 5 تربيع ناقص 4 تربيع، الإجابة كام؟ 3. يبقى هنا بيبعد عنه بمقدار 3 سم. يبقى احنا لما خلينا ان الوتر والقطر بيشتركوا في نقطة واحدة عرفنا نحلها. اما الطريقة التانية اللي احنا لو رسمنا الاتنين بعاد عن بعض استخدمنا ان هم بيوازوا بعض، مش هتعرف تطلع السؤال لان انت هتستخدم حاجات كتير جدا، فالموضوع كده اقرب للحل. طيب، عدد محاور تماثل لأي دائرة. قال لي عدد محاور تماثل الدائرة هو عدد إيه؟ عدد لا نهائي. طيب، مجموع أقسام زوايا الشكل الرباعي 360. في متوازي الأضلاع كل زاويتين متجاورتان، يعني جنب بعض بيعملوا 180، فدي بنسميها متكاملتان. طيب كده اتدربنا التدريب الأولاني، حلينا 8. أكمل كده اتدربنا مع بعض. حلو، اكتب ما تعرفه. ايه اللي انت شايفه، وكمان اذكر كل حاجه عنه. ده ايه اللي بيبدا من المركز ويروح لنص قطر ويروح لاي نقطه على الدائره؟ قال لي ده يا مستر عباره عن نصف قطر. حلو، ممكن تكتب لي كل المعلومات بتاعته؟ ماشي. نص قطر بدا منين؟ يبدا من المركز لاي نقطه على الدائره، يبقى يبدا من المركز لاي نقطه على الدائره. الناس اللي معانا هتلاقي الفيديو موجود في وصف هتلاقي الملزمه موجوده في وصف الفيديو. الناس اللي ما حضرتش معانا فهتلاقي الملزمه موجوده عندك في وصف الفيديو، فحضرتك ممكن تنزلها عادي خالص وتحل معانا. طيب بعد كده ادي نصف القطر، وهنا يبدا من المركز لاي نقطه على الدائره. ايه تاني اللي نعرفه عن نصف القطر؟ قال والله يا مستر عدد انصاف الاقطار لا نهائي. ايه تاني؟ قال لي كلهم متساويان، هم كلهم قد بعض. يبقى كده ده ايه؟ نصف قطر بيبدأ من المركز لأي نقطة على الدائرة. عدد أنصاف أقطار الدائرة هو عدد لا نهائي، وكلهم متساويان. كلهم إيه؟ متساويان. حلو الكلام. اللي بعدها ده إيه؟ قال ده مستر قطر. طب القطر عبارة عن إيه؟ قال لي هو أكبر الأوتار طولا. يبقى القطر عبارة عن إيه؟ أكبر الأوتار طولا. ماشي. ده إيه؟ قال لي ده وتر. طب الوتر ده عبارة عن إيه؟ اللي عبارة عن قطعة مستقيمة، قطعة مستقيمة تصل بين أي نقطتين على الدائرة ولا تمر بالإيه يا عم؟ اللي بالمركز. يبقى ده وتر، هو عبارة عن قطعة مستقيمة تصل بين أي نقطتين على الدائرة ولا تمر بالمركز. وده نص قطر وعددهم لا نهائي، وهنا برضو عدده إيه؟ لا نهائي. طب ده إيه؟ بالظرافة عليك، ده محور تماثل. طب عدد محاور تماثل الدائرة؟ قال لي عدد المحاور وعدد المحاور لا نهائي. يبقى عدد محاور تماثل الدائرة هو عدد ايه؟ لا نهائي. حلو الكلام، يبقى ده عدد لا نهائي. قد بعض ولا مش قد بعض؟ لا مش قد بعض.
طب تعرف تقول لي التعريف بتاعه؟ اعرف. ها، محور التماثل عباره عن ايه؟ اي مستقيم يمر بمركز الدايره. تاني، محور التماثل عباره عن ايه؟ اي مستقيم يمر بمركز الدايره. عايزك تخرج من الحصه فاهم. يبقى اي مستقيم يمر بمركز الدائره، ده بنسميه محور تماثل. يبقى هنا محور التماثل، عدد محاور التماثل لا نهائي، اي مستقيم يمر بمركز الدائره. ماشي، ده ايه؟ ده محور تماثل في نصف دايره عدده واحد. يبقى ده محور تماثل واحد في نصف دائره. فاكر لما احنا قلنا ايه؟ عدد محاور تماثل الدائره عدد لا نهائي، ربع الدايره واحد، نصف الدايره واحد، اي جزء من الدايره واحد، من غير ما افكر. ماشي. طب هنا حاضر، ده نق نص قطر وده نق نص قطر. المستر قال من شويه نق نق زاويه زاويه، فدي 50 هتبقى دي 50. عايزين نكتبها. حلو، نبدا باللي احنا كاتبينه على القلم كده. يعني لو اللي انت كاتبه بالقلم بتاعك اكتبه. نق نق يبقى م الف بتساوي م ب. وساووا بعض ليه يا عم؟ قال لي عشان دول انصاف اقطار. ماشي، هتبقى قياس زاويه الف بتساوي قياس زاويه ب، يعني هتساوي كام؟ 50، اللي هي نق نق زاويه زاويه. ماشي. اللي بعدها عايز قياس زاويه م. حلو، اللفه دي اسمها لف زاويه ايه؟ منعكسه. يبقى دي اسمها يا معلم زاويه منعكسه. الزاويه المنعكسه عشان تجيبها خدناها في اولى اعدادي، الزاويه المنعكسه بتساوي ايه؟ نطرح من 360. يبقى احنا هنطرح الرقم ده من 360 عشان نجيب ده. يبقى عشان نجيب قياس زاويه م، ودي زاويه منعكسه، يبقى نقول له 360 ناقص كام؟ ال 220. هلاقي الناتج طلع 140. وطبعا لو انا عايز اجيب الزاويه دي والزاويه دي يبقى اقول له 180 ناقص 40 على الاثنين. خش على السؤال اللي بعده. هنا عايز قياس زاويه الف. حلو، مش زاويه الراس ب 90؟ يبقى هنقول له كام؟ 180 ناقص 90 على الاثنين. هلاقي دي طلعت كام؟ 45. يبقى دي 45 ودي 45 عشان زاويه الراس ب 90. نقي نقي زاويه زاويه برضه. م الف بقى هي اللي فيها شغل شويه. م الف هي اللي انت بتشتغل عليها شويه، وفكره مش هتيجي في دماغك. هو عايز م الف. لو انت ركزت معايا ان م الف دي قصاد زاويه الب. طب قصاد الزاويه يعني بنسميها مقابل. ماشي، قصاد الزاويه دي بيسموها، والقلم معلق خالص، نرجع تاني. قصاد الزاويه دي احنا بنسميها مقابل، واللي قدام الزاويه القايمه بنسميه وتر. فكرني كده في الترم الاول، ايه هي المقابل على الوتر؟ قال لي المقابل على الوتر ايوه، ده المقابل على الوتر ده يا مستر كان الجا. ايوه يا عم، كان الجا هو المقابل على الوتر. الجا كانت مقابل على وتر. يبقى احنا عشان نطلع الميم الف هنطلعها من عن طريق الجا. يبقى هناخد جا ب. يا مستر ده وانا مش خلصت من الترم الاول؟ ايه اللي جاب الجا والجاتا تاني يا عم؟ احنا قلنا الهندسه مفتوحه، يعني توقع ما لا يمكن ان اتوقعه احد ويسالك. ما تسالنيش ازاي بقى. يبقى جا ب اللي هي المقابل اللي هو م الف، والوتر اللي هو ا ب، ونعوض عادي خالص. جا ب الب بكام؟ 45 هتساوي الميم الف. الميم الف احنا عايزينها. طب والالف ب بكام؟ ب 10. واعمل عمليه ايه يا عم؟ مقص. واعمل عمليه ايه؟ مقص. يبقى كده الميم الف هتساوي 10 في جا 45 على الاله هتبقى 5 جذر 2. هي ملهاش طريقه غير كده؟ حلها بالجا. طب ينفع احلها بالجتا عشان استخدم الالف؟ اي طبعا، ما هو الجتا ايه؟ مجاور على وتر. فاللي هيستخدم زاويه الب هياخد الجا على الوتر، اللي هيستخدم زاويه الالف هياخد الجتا على الوتر، وهكذا. يبقى جا ب
اللي هي المقابل على الوتر، طلعت لنا الميم ألف ب5 جذر 2. ماشي. خش على السؤال اللي بعده. عايز ألف ب. طيب لو أنا ركزت هلاقي إن المثلث ده يا عم، تمام، ده مثلث قائم. تعال نطلعه على جنب كده، اللي هو ألف وجيم وميم، ودي 5 ودي 13. طيب وده مثلث قائم. عشان نجيب الضلع ده هنجيبه بنظرية مين؟ فيثاغورس. يبقى هنقول له إن ألف جيم هتساوي جذر، هنا هنطرح بقى 13 تربيع ناقص 5 تربيع، الإجابة من غير ما أفكر 12، ودي طلعت 12. يبقى الحتة دي جت 12. طبعا ده عمودي قسمها نصين، يبقى دي برضو 12. يبقى كده أنت ألف جيم هي جيم ب، يعني كل واحدة فيهم بتساوي 12. طب هو عايز ألف ب كلها 12 و12 24. ماشي، جبنا أول مطلوب. حلو حلو. هنا معانا إن ميم ألف، لو أنت ركزت معايا إن ميم ألف نص قطر بيبدأ من حرف الميم، وميم دال نص قطر، والمستر قال الأنصاف الأخطار كلها بتكون متساوية. فطالما دي 13 يبقى دي برضو كام زيها؟ 13. طب احنا عرفنا ان دي كلها ب 13، معانا منها كام؟ 5، يبقى فاضل لي كام؟ 8. يبقى كده حضرتك انت عايز جيم دال، يبقى جيم دال هتبقى 13 ناقص 5 بتساوي 8. استنى عليا عشان حاسك بتقول لي مش فاهم. وانا مش قلت من شويه الانصاف الاقطار كلها متساويه؟ ايوه قلنا كده. شاطر. يبقى ميم ألف ب 13 تبقى ميم دال زيها ب 13. مستر ما انت عرفت ازاي ان هو نص قطر؟ ما يا ابني ما انا لسه قايل لك من شويه انك لازم تحفظ لي التعريفات. ما احنا قلنا من شويه لما تيجي حضرتك تقرا لي نص القطر او هتقول نص القطر، اول حرف يطلع من هنا ميم. مش احنا قلنا من تعريفات نص القطر هو قطعه مستقيمه تبدا من المركز، يبقى اول حرف هقوله الميم. خلاص يا مستر ما تزعقش، مالكش دعوه. يبقى ميم ألف ب 13 وميم ب ب 13. أنا معايا بقى من الميم ألف دي 5 في وشك 5، يبقى ميم دال كلها معايا منها 5، وعايز الحتة دي اللي هي جيم دال بس، يبقى نقول له كام؟ 13 ناقص الخمسة بتساوي 8. يا مستر أنت جبت ال 13 يا ابني بقى، ما هو ميم ألف ب 13 يبقى ميم دال زيها ب 13، ولو عملنا ميم س هتبقى برضه ب 13، ولو عملنا اي حاجه برضه هتبقى 13. ما انصاف الاخطار كلها متساويه. خلاص يا مستر ما تزعقش، انا فهمت. حلو قوي. السؤال رقم 10 اهو، قربنا نخلص. ايه السؤال رقم 10 ده؟ بيقول ايه؟ تعالى بس نشوف الايه اللي بيحصل ده معانا عشان مش فاهمين اي حاجه. يلا خلاص بقى. سؤال رقم 10 بيقول لك انا عايز قياس زاويه د م ه. حاضر. ايه اللي انا شايفه؟ شرطه شرطه، يبقى ده تساوي. فاكر احنا قلنا ايه الجمله اللي حفظناها؟ تساوي عمودي زاويه قايمه. يبقى حضرتك هنكتب كده ان ا د بتساوي د ب، ده التساوي، يبقى وراه العمودي م د عمودي على ا ب اهي عمودي، يبقى كده معايا زاويه قايمه، يبقى قياس زاويه ا د م هتساوي 90. نفس الكلام نروح نعمله الناحيه الثانيه. معايا برضو ان ا ه هتساوي ه ج، معايا ان م ه عمودي على ا ج، هيبقى قياس زاويه ا ه م هتساوي 90، يبقى الحته دي برضو 90. وانا معايا ان قياس زاويه ا بتساوي 60. لو ركزت معاك ان ده 4 اضلاع يبقى ده شكل ايه؟ رباعي. الشكل الرباعي بيساوي ايه؟ قال لي 360، واحنا عايزين قياس زاويه م، يبقى قياس زاويه د م ه هتساوي 360 ناقص
90 زائد 90 زائد 60. الإجابة من غير ما أفكر كام؟ 120. سؤال مهم خلي بالك. يبقى الجملة هنا بنقول إيه؟ تساوي عمودي زاوية قايمة. الجملة هنا بنقول إيه؟ تساوي عمودي زاوية قايمة. تاني الجملة هنا بنقول إيه؟ تساوي عمودي زاوية قايمة. طيب نروح للسؤال اللي بعده. هنا بيقول لي أ ب كلها ب8، يبقى دي بكام؟ ب4 ودي ب4. عرفنا ازاي؟ عشان انا معايا ان م ج عمودي على أ ب، والعمودي ده بيقسم الوتر نصين، يعني كده أ ج بتساوي ج ب، واحنا عايزين اللي هي كل واحده فيهم هتساوي 4 سم وريح دماغك. حلو كده انا معايا مثلث اللي هو م ج ب، ده مثلث قائم في ج. هجيب منه الميم ب، يبقى حضرتك هنقول له الميم ب بنظريه فيثاغورس، يبقى ميم ب هتساوي جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع على الآلة، الناتج هيطلع 5. وكده السؤال خلص. اللي هو ربع اطرح تحت الجذر، انت ده لو عايز الضلع، ولو انت دلوقتي عايز تجيب الوتر اللي هو ربع اجمع تحت الايه؟ الجذر. اخر سؤالين معانا في المحاضره، بكده خلصنا المحاضره. طبعا الناس احنا نزلنا المحاضره دي بنفس التفصيل اللي عملناه في السنتر عشان الناس اللي هي ما حضرتش معانا اول محاضره خالص، ودي كانت اهم محاضره في الهندسه عموما يعني، عشان بتبدا كده بتعرف لي الدنيا قبل ما اروح للمسائل والافكار العاليه. وقلنا مع بعض احنا هنمشي بالتدريج، بس ما تستعجلنيش ولا تستعجل نفسك، وخلص الجزئيه اللي انا طلبتها منك على حسب الوقت اللي انت هتتفرج عليها، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك ان شاء الله بقى كويس في الرياضه. اوجد س. حلو قوي. لو انت خدت بالك الموضوع هنا ابسط مما نتخيل. انا معايا الزاويه دي ب 90، هتبقى الزاويه دي ب 90 عشان هنا في حرف الايه؟ الاف، او في ايه؟ تناظر. وهناخد فيما بعد قدام يعني شويه ان القطر على طول بيكون قدامه زاويه بتساوي 90، يعني دي هتساوي 90 لان انا معاك قطر ا ج، ده قطر، فالزاويه اللي بتكون قدام القطر بنسميها فيما بعد هناخدها اسمها زاويه محيطيه، فعلى طول بتكون ب 90. خلاص، فاحنا عرفنا ان قياس زاويه ب كلها على بعض ب 90، وانا معايا ان ب ب 2 س، يبقى هنا 90 هقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، يبقى من غير ما افكر س هتساوي 45. طيب اخر سؤال معانا س ص ب7. س ص ب7، وس ص ده خارج من زاويه قايمه، خدنا في ثانيه اعدادي ان طول المتوسط الخارج من راس الزاويه القائمه بيساوي نصف طول الوتر. يبقى انت كده معاك ان المثلث م ص ا القائم في ص، س ص ده عباره عن متوسط، المتوسط ده بيساوي نص طول الوتر، يبقى س ص هيساوي نص أ م. احنا عايزين أ م، يبقى أ م هتساوي 2 في 7 ب 14، يبقى كده نص القطر ب 14. هو عايز ايه؟ قال انا عايز مساحة الدايرة. مساحة الدائرة هتساوي مساحة الدائرة بتساوي باي ناق تربيع. يبقى هنا الباي ب 22 على 7، الناق بكام؟ قال لي الناق انا لسه جايبه ب 14 تربيع، والناتج اللي يطلع معاك. بكده يا شباب بنكون خلصنا اول محاضرة مع بعض في مراجعة نص المنهج، واشوفكم في محاضرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.